السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في فيديو اليوم ان شاء الله نحضر معكم غريبة البهلة المغربية على حقها وطريقها بطريقة ناجحة، كتجي مشقة وهشيشة كتذوب في الفم بنكهة خريفية بالزنجبيل والقرفة، كتجي رائعة ومنسمة بزاف وزوينة، وخصوصا في فصل الخريف يعني كتكون من بين الحلويات اولا لي غاطو ديال هذا الفصل هذا. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وما تنساوش لايك الفيديو واشتراك الا كنتو اول مره كتزوروا القناه. مرحبا بكم. اول حاجه في المقادير على بركه الله كنحتاج نص ربعه ديال الزبده. الا بغيتو كميه اكثر بطبيعه الحال كتضاعفوا هاد الكميات هادو اللي كنقدم في الوصفه. عندي نص ربعه ديال الزبده وعندي قبصه ديال الملح ضروري لتصحيح الذوق. بالنسبه للتنسيم كما قلنا غادي ندير معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الزنجبيل. جربوها بهاد المنسمات هذه كتجي زوينه بزاف، والسر في الغريبه باش تجينا مشقه وناجحه واحد القبيصه ديال الخميره ديال الخبز، الخميره الجافه. من بعد كنضيف كاس من سكر حبيبات. بالنسبه للخميره الجافه راه ضفت غير قبيصه يعني غير ربع الصباع تقريبا بحال القياس ديال الملحه. فاش كنضيفوا ديك الرشيشه ديال الملح غير لتصحيح الذوق ديال الحلاوه هكا. حتى بالنسبه لهاد الخميره ديال الخبز راه غادي نضيفوا غير شيشه يعني الروس ديال الصباع ديال الخميره ديال الخبز، وهكا كتخليها تجي ناجحه ومشقه مزيان. كنحاول نخدم الزبده مع السكر وباقي المكونات هكا حتى يتجانسوا وداك السكر شويه يذوب مع ديك الزبده. من بعد عاد كنضيف كاس عامر من الزيت النباتي وكنحاول نخدم داك الزيت النباتي مزيان حتى كيولي عندنا على شكل بوماد كريمي، يعني المكونات كامله تكون متجانسه وما تبقاش لنا متكتله في شي جهه. ضروري نخدمها مزيان. تقدروا تخدموها في هذه المرحله هذه تخدموها بالباتور يعني بهذيك بالبغا ميكسور هكا باش تاكدوا بان راه كلشي تجانس، ولكن ماشي ضروري حيت اصلا راه ساهله يعني باش نخدمها غير بيدينا. من بعد كناخذوا كاس ديال اللوز اللي هكا خضر ما محمر ما والو غير مسخنينو شي شويه ماشي محمر، وكنطحنوا بالقشور ديالو. فاش كنطحنوا بالقشور ديالو كناخذوا منه كاس يعني كاس ديال اللوز من بعد ما طحناه ماشي هو حبوب. وكناخذ نصف كاس ديال الزنجلان حتى هو غير مصهد ماشي محمر غير كنصهدوه فقط، وكنضيفوه حتى هو لهاد الغريبه. جربوها بهاد المقادير وبهاد الناس تنسيم يعني هاد التنسيم اللي درت ديال الزنجبيل والقرفه كتجي زوينه وكتعطي واحد الريحه زوينه بزاف، وعاد راها كتجي شيشه بزاف كتذوب في الفم وبلذيذه بزاف وبنينه وناجحه كما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. كتجي مشقه كامله. من بعد كنضيف الدقيق من 250 غرام حتى ل 300 غرام ديال الدقيق. غادي تخدموا الدقيق غير بشوي بشوي، غتضيفوا جوج الكؤوس في الاول حتى كتخدموا العجينه، ومن بعد كتشوفوا الا بقى خاص غادي تزيدوا. المهم انا هنا كنت عابره الدقيق يعني عارفه شحال خاصني صافي. ومن بعد كنضيف جوج الاكياس من الخميره الكيماويه يعني 16 غرام ديال الخميره الكيماويه اولا 14 غرام، يعني الا ضفنا جوج الاكياس اللي فيهم 7 غرام كل واحد غادي تكون 14 غرام. المهم جوج الاكياس ديال الخميره الكيماويه. وهنا كنحاول نخدم داك الخليط مزيان بيدي بحال الا كندلكوها هكا. فاش ندلكوها داك اللوز كيطلق داك الزيت ديالو وحتى ديك الزبده والزيت كيسخنوا لنا في يدينا فاش كندلكوها مزيان وكتشرب داك الدقيق كيتشرب مزيان الزيت باش هكا ما نحتاجوش نضيفوا دهنيات كثيره. المهم كنحاول ندلكها مزيان وفي نفس الوقت كنجرب مره كنجربوها كنحاولوا نكوروها هكا بين يدينا وكنشوفوا الا تشكلات وكانت ما كتفرتش صافي راه حنا وصلنا للمرحله اللي بغينا. المهم كنبقى هكا ندلكها ماشي بزاف تقريبا شي 10 دقائق هكا ولا 5 دقائق ما كاملاش 10 دقائق. كندلكها مزيان ونتاكد بان جميع الحبيبات ديال الدقيق تشربوا مزيان ليدام. وكما قلت لكم باش نتاكدوا بانها راه صافي ما خاصهاش تدليك غير نحاولوا نشكلوا ديك الكويره ولا تشكلت لنا بكل سهوله وما تفرتش صافي راه هذاك هو النتيجه اللي خصنا نوصلوا ليها. بالنسبه الا مثلا جاتكم ناشفه يعني ضفتوا كميه كثيره ديال الدقيق وجاتكم ناشفه راه تقدروا تضيفوا في هذه المرحله تعاودوا تضيفوا الزيت ولا الزبده وتعاودوا تخدموها عاوتاني مره اخرى، يعني تعاودوا تخدموها مع جميع المكونات. تحاولوا تدلكوها الا ضفتوا الزيت ولا الزبده حتى لهذه المرحله خاصكم تحاولوا تخلطوها مزيان وتدلكوها كامله باش ما يبقاش داك الزيت ولا الزبده اللي ضفتوا في الاخير يعني غير في بلاصه وحده غير بشكل غير في النص ديال العجين. بالنسبه للتشكيل ديال الكويرات هنا غير كنحاول نوريكم باننا هكا كنديروها في الكف ديال يدينا الوسط باش كنشكلوا ديك الكويره هكا كتجينا مقاده بحال مقبع عند ديك القبيبه من الفوق كتجي مقاده. هذا ما كان. من بعد ما كنسالي التشكيل كامل كنسخنوا الفران على 180 حتى ل 200 درجه. المهم ان الفران يكون سخون بزاف. اهم حاجه في نجاح الغريبه هو ان الفران يكون سخون مزيان
كندخلوها للفران، كتكون قريبه للفوق حتى كتشقق، كنمشيو نبقاو رادين معاها البال حتى كتشقق كامله صافي. ومن بعد كننزلوها لتحت باش كيتبدل لنا اللون ديالها، ناخذ غير داك اللون الذهبي بحال هكا اللي كيجي زوين، كيجي هكا راقي بلا ما تاخذ اللون اللي محمر بزاف طيب على المهل، ولكن تاخذ غير ويا ذهب بحال هكا. المهم انها تكون مشقه وتكون طايبه مزيان. هذا ما كان كتجي رائعه وناجحه 100%. غير تبعوا جميع المراحل والنصائح اللي قدمت في هذا الفيديو، ونتمنى ان شاء الله تنجح معكم. وما تنساوش تخليو واحد التعليق في الفيديو وتقولوا لي كيفاش جاتكم، وبصحه وراحه.